ولا مطعم 7 نجوم. حضّرت صينية مفرودة بالشكل ده سلفنتها بالسلوفان كده. هابدأ بأول حاجة بقى الرز البسمتي، أنا عاملة رز بسمتي عادي خالص مسوياه لوحده كده بالشكل دوّة، بدون أي إضافة، مش حاطة عليه زبيب، مش حاطة أي حاجة، كده بالشكل ده كده. فردته في الصينية وهابدأ أفرد عليه المشاوي بقى بتاعتي، بتبقى صينية شيك كده بصراحة. هازوّقها كده بالبرتقان، ده برتقان بسُرّة، طعمه مسكّر وجميل ومتوفّر أوي في الشتا، وسهل وبسيط وبيبقى تسويق رخيص خالص وجميل، وفي نفس الوقت بيدّي شكل شيك كده. باوزّعه في الصينية كلّها كده في الأطراف بالشكل ده، حتى لو حطيت عليه المشاوي البرتقان ما بيبوظش، وبيبقى كإنه كده زي عصير البرتقان بالشكل ده. إحنا في الشتا فكل حاجة بتستحمل بصراحة، والجو بيبقى جميل ومساعدنا أوي. عملت أول حاجة بقى دكر بط مشوي بالطريقة الدمياطي، عاملاه حاشياه مرتة بالشكل ده. خد ساعتين ونص في الفرن كده، شوياه بالكيس الحراري زي ما انتم شايفين، طالع لونه جميل خطير، ريحته تحفة بصراحة.